ازيكم عاملين ايه؟ طبعا المدارس بدأت ومعاها حلة السندوتشات واللانش بوكس، ومش كل يوم هيبقى يعني لانشون او جبنه. لو حابين ان احنا ننوع كده في مره ونغير، فعملت وصفه حلوه قوي، صوابع الفراخ اللي هتبقى معانا في التلاجة كده جاهزه، نطلع منها بقى على طول وفي 5 دقايق كده هنقليها. كمان انا بحب ان انا احضرها واحطها في الفريزر عندي في علبه، لاي مره ما اكونش محضره فيها اكل او مستعجله او اي حاجه، بتنجز معايا قوي. وهنعمل كميه حلوه بنص كيلو بس من الفراخ، مش هطول عليكم، بس اللي هيجربها بجد هتعجبه قوي. يلا كده نشوف الوصفه، بس ما تنسوش اللايك بتاعكم. اول حاجه زي ما قلت لكم، انا هنا معايا نص كيلو بس من صدور الفراخ، غسلها كويس جدا جدا، مهم قوي عشان ما يبقاش فيها بعد كده اي زفاره. بعد كده هاخدها وابدا ان انا اقطعها قطع كده صغيره عشان تبقى سهله معايا بعد كده. هنركنها بقى دلوقتي على جنب. وهنا دي معايا حبه كده كبيره من البطاطس. انا هنا البطاطسيه دي كنت سلقاها بقشرها كده عشان ما تشربش ميه معايا كتير. هاخدها كده واقشرها، طبعا قبل ما بسلقها بكون غسلاها كويس قوي، وبعد كده بقشرها برده. ما حطيت يعني سبتها تبرد شويه، ما كانتش بارده قوي، بس ما حطيتهاش برده تحت الميه. مش عايزين الوصفه بتاعتنا يكون الفراخ فيها ميه كتير، تكون متصفيه، او البطاطس نفس الكلام. بصوا ناشفه ازاي. الوصفه لما بتكون فيها ميه كتير هتضايقكم بعد كده، ومش هتبقى المقادير مظبوطه قوي، فعايزين الحاجات بتاعتنا ما تكونش فيها ميه. قطعت البطاطسايه كده وهرستها بالشكل ده، وبعد كده هجيب الكبه بقى وهبدا احط كده الفراخ عشان نفرم الحاجات دي كلها كده مع بعض. تعالوا بقى نشوف المكونات والحاجات اللي احنا هنضيفها اللي هتدي طعم وريحه احلى كمان من لو احنا مشترينها من بره، وكل اللي هيدوقها اصلا مش هيصدق ان هي بيتي. هحط معلقه كبيره كده من الملح، وعليهم معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من بهارات اللحمه. انا ما كانش عندي بهارات فراخ فحطيت بهارات لحمه، ادت طعم حلو قوي. هحط معلقه كده من الجنزبيل، وعليهم معلقه كبيره كده من الشطه. الشطه بقى حسب ما انتوا عايزين الطعم سبايسي ولا لا، ممكن كمان تشيلوها خالص زي ما انتوا حابين. هحط معلقه كبيره بقى من البيكنج باودر، ودي مهمه، بتخلي معايا كده الصوابع ما تكونش مكتومه من جوه، يعني تكون هشه كده وحلوه. هعمل بقى الحاجات دي كلها في الكبه كده، هديها فرمه حلوه قوي، وهنعمل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده. بصوا انا كنت نسيت احط بصل باودر فحطيت معلقه كمان. مهم قوي يعني بحب المكونات دي يكون فيها بصل باودر كده، توم باودر، بس ما كانش عندي توم باودر. بعد كده عشان اظبط القوام بتاعي بقى هحط نص كوبايه من البقسماط المطحون. دي كانت كوبايه بس انا حطيت نصها بس، وقلت هضرب وهشوف العجينه بتاعتي عامله ازاي. لقيتها مظبوطه قوي ومش محتاجه اي حاجه تاني. بصوا العجينه اصلا ناشفه ازاي، عشان زي ما قلت لكم ما يكونش فيها اي ميه. هتلاقوا العجينه ناشفه معاكم وفي شكل وسهله كمان في التشكيل. يعني انا وانا بشكلها بصوا ايديا مش ملزقه بقى ولا اي حاجه، ولا كمان يعني حطيت زيت ولا اي حاجه. لو العجينه بتاعتنا طريه ممكن نستخدم كيس ونعمل له كده فتحه صغيره كده عشان يطلع معايا الصوابع كده مدوره بالشكل ده. انا هنا صبعتها بايدي كده، او بالطريقه دي ممكن كده في الطبق كده في الحواف بتاعته، ببدا ان انا ابرمها، بتطلع معايا سهله قوي. هنا عملت كل الكميه بتاعتي، بصوا طلعت كميه حلوه قوي. عايزه اقول لكم كل ده من نص كيلو بس من الفراخ. تعالوا بقى نحضر الكفر بتاعهم. هاخد كده كوبايتين من الكريسبي، ده اسمه كريسبي عشان الناس اللي سالتني عليه في وصفه البطاطس البانيه وما كانتش عارفاه. بيتجاب من عند اي عطار، بيبقى محطوط كده جنب الحاجات اللي هي بتاعه الكورن فليكس والحاجات دي. بيجي بشكل حبيبات شويه، فانا عشان يمسك على الصوابع بنديله كده يعني طحنه خفيفه كده في الكبه. يعني بصوا هتلاقوا فيه كده ناعم وحبيبات، يعني كده وكده، مش عايزين ننعمه قوي. بعد كده هجيب طبق بقى فيه ميه، وهبدا ان انا انزل فيه كده الصباع، وهحطه بعد كده هغلفه بقى بالكريسبي ده. الكريسبي ده بيدي طعم مقرمش كده معايا، احسن من لو احنا استخدمنا اللي هو البقسماط الناعم ده، بيبقى مقرمش وحلو. بصوا انا حبيت اوريكم، لو انتم ما عندكوش بيض مثلا وعايزين تعملوا بميه بس هينفع، هيبقى ده شكله. انا حبيت بقى ان انا احط بيضه، لان هي بيضه واحده مش هنحط اكتر من كده، هتعمل معايا الكميه كلها. هنا حطيت البيضه وعليها شويه بس كده من الكمون، وشويه صغيرين خالص من الملح. هقلب كده البيضه كده وكويس، وبعد كده هاخد بقى الصوابع اللي عندي دي وهبدا احط بايد في البيض، وبالايد التانيه عشان ما نبهدلش الكريسب بتاعنا
هحط كده بايدي التانية في الكريسبي بالشكل ده. بس مهم قوي نضغط عليه برضو بالراحه من غير ما نبوظ الشكل اللي عندنا. نضغط عليه عشان يمسك عليه كويس اهو بالشكل ده. ايد بحطها في الطبق بتاع البيض، وبالايد التانية ببدأ ان انا الفها كده في الكريسبي ده كويس جدا بالشكل ده، وارصها كده برضو في نفس الاطباق بتاعتي. حابين نعملها بالميه بس زي ما قلت لكم هينفع، بس انا حاسه ان بالبيض بياخد كميه اكتر، فده هيدي معايا يعني بعد كده قرمشه اكتر. كل ما الكفر بتاعنا ما بيكون يعني تقيل عليه بيدي معايا طبعا قرمشه احلى بكتير. فببدا اهو انزل في البيض بالراحه، وبعد كده ببدا احط الصوابع بتاعتي. ما احتاجتش بقى ان انا افرز الصوابع الاول واخليها تبقى ناشفه، لان هي كانت متماسكه والعجينه معايا كانت حلوه قوي. دي الكميه اللي انا عملتها اهو من نص كيلو الفراخ. بعد كده حطيتهم بقى في الفريزر عشان يتماسكوا. بعد كده عايزين بقى نحطهم في حاجه واحده كده، علبه صغيره او حتى لو كيس، خلاص هم بقوا متماسكين. هجيب العلبه وهبدا ان انا ارص كده طبقات، هحط بينهم اكياس برضو، وهبدا ارص الطبقه الثانيه وهكذا لحد ما اخلص الكميه اللي عندي. ده بيبقى حلو كده. بطلع العلبه بقى واقلي منها بعد كده على طول الكميه اللي انا عايزاها حسب ما احنا عايزين. تبقى بقى موجوده عندي في الفريزر لاي وقت انا محتاجاها بلاقيها. بين كل طبقه والتانيه بحط كيس واملى العلبه بتاعتي. طبعا وصفه حلوه قوي وسهله، وتبقى عندنا كده لاي بقى مره عايزين نعمل سندوتشات بنلاقيها، ما بتاخدش في القليه يعني 5 دقايق. اهو حطيت الكميه بتاعتي كلها، بشيلها بقى في الفريزر براحتي. تعالوا بقى ان احنا نشوف لو هنقلي منها. بيكون الزيت غزير شويه ما يكونش قليل، واسخن الزيت كويس، وبعد كده بخلي النار متوسطه عشان ياخد وقته برده معايا في السوى. يعني ما بصش الاقيه كده اتحمر من بره ومن جوه يبقى لسه ني، مع ان هو بيستوي بسرعه يعني. ببدا ان انا اقلبه كده لما احس ان هو خد معايا لون، وزي ما قلت لكم النار متوسطه. طالما الزيت سخن معايا خلاص مش محتاجه النار عاليه. اول ما بياخد معايا لون حلو كده وذهبي ببدا ان انا اصفيه كويس وبطلعه اهو. اعملوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها، والباقي بتشيلوه في الفريزر. بيقعد عندكم بقى يعني فتره حلوه، جنب اي حاجه بقى، او في السندوتشات، او جنب رز ممكن بالخلطه، او اي حاجه ممكن تعملوه كده اكله ويسد معاكم في يوم. وصفه سهله كده وبسيطه. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته فظيعه، مع ان المكونات بتاعتنا ما كانتش صعبه وما كانش فيها حاجات كده، يعني يعتبر اغلبها كده من البيت اهو. بصوا الشكل عامل ازاي، ومن جوه برضه حبيت اوريكم شكله اهو. دي كانت وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.